أحمد رمزي يوم فرحه مع المعازيم. أحمد رمزي في يوم وليلة اتجوزها من غير خطوبة ولا فرح ولا حتى قال لحد، اسمها عطية الله. وكان أحمد في الوقت ده بيشارك في 3 أفلام. وتاني يوم الجواز أحمد راح مأجر شقة فاضية وحط فيها سرير وتلاجة وكرسيين من كراسي المطبخ. المهم ان احمد اول ما دخل الاستوديو وكلهم اتفاجئوا لما شافوا الدبله في ايده وعرفوا ان هو اتجوز. وفضل احمد يصور في اليوم ده لحد الساعه 11 بالليل ومراته قاعده مستنياه في البيت. بس احمد كان لازم يعمل حفله ويعزم اصدقائه بعد ما عرفوا ان هو اتجوز. طب يعمل ايه احمد والشقه بالشكل ده ما فيهاش عفش؟ راح احمد رمزي مشتري شجره كريسماس كبيره جدا وحطها في وسط الصاله، واستلف من الجيران 4 شلت. ومش كده وبس، ده راح مشتري 4 ازايز فودكا و100 كوبايه وحطهم على ترابيزة جنب باب الشقة، وقال للخدام لازم أي واحد من المعازيم وهو داخل يشرب كاسين فودكا قبل ما يدخل من الباب. فطبعا كل اللي داخل مش هيبقى دريان بحاجة، سواء الشقة مفروشة أو حتى على البلاط.